كوتش جورج جعجع، ألف مبروك. قديش حلو الربح؟ الربح كتير حلو، خاصة إذا كان الربح لبلدك لمنتخب لبنان. الفرق كتير كبير بين إنك تلعب للنادي وتلعب لبلدك. سو الربح على طول كتير حلو، خاصة بس تبسطي شعب وراك كبير ناطرك عم يوقع الصبح يحضرك. أكيد. يعني لاحظنا اليوم بالمباراة كانت بالنصف الأول كان في شوية بطء، بعدين بالنصف الثاني شدوا همتهم الصبايا. هل قلت لهم على البريك كلمة السر أو الكلمة السحرية لريبيكا لحتى فعلا بيضتها؟ لا عليكي، ما في كلمة سر، ما في كلمة سر. في بس إنه هن بيلعبوا غير نوع باسكت اللي نحن بنلعبه، فكان بالأول شيء جديد عليهم للصبايا. بس بلشنا الجيم وقلعنا، رجعوا تعودوا على الجو وقلعوا، تحمسوا. طيب نحن ما قدرنا نلتقى بحضرتك بالمباراتين يلي قطعوا مع كوريا الجنوبية ومع الصين. كيف كان يعني كيف توصف اللعب يعني أمام نوادي كبيرة أو فرق كبيرة؟ ليكي أندية كبيرة بيكون عندها حجم كبير، سايزات كبيرة، لأنه شعب كبير بيقدروا يطلعوا كتير طوال، بيقدروا يطلعوا كل هيدا. ومثل ما قلت لك بيلعبوا غير نوع باسكت من اللي نحن بنلعبه. نعم. هيدا الجيمات حضرونا إذا بدك لجيم تشاينيز تايبي، يعني نعم. الطريقة اللي بيلعبوا فيها الصين وهيك تحضرنا قدامهم فقدرنا وصلنا لعبنا هيدا الجيم. نعم. الخطة اللي جاية، الخطة اللي جاية هي نجرب نطور قد ما فينا البنات الصغار لبس نرجع نطلع على الاي، ما نتعذب هالقد مع الصين ونيوزيلند. نجرب قد ما فينا نبني انه نصغر الفرق لا هوبفلي بعد 10 سنين 12 سنة نقدر نربح. اليوم هيدا اللقاء في عدد كبير من اللبنانيين والأخوان العرب يلي رح يشوفوا هيدا اللقاء عبر جريدة سفير الشمال. شو بتحب توجه كلمة لقراء سفير الشمال، لمتابعينكم وأيضا للدولة اللبنانية؟ شو مطلوب منا اليوم؟ إذا بدي أوصل مسج للدولة اللبنانية ما بنخلص فما رح أودي لهم مسج لأنه ما لها عازل. المسج بوصلها للصحافة هي إنه ميرسي كتير على متابعتكم لنا. نحن بنقدر هيدا الشيء، خاصة لما إنه نحن بعاد، نحن ببلد أستراليا كتير بعاد. برهنتوا إنه نحن وين ما رحنا في عالم بيظهرنا، في عالم بتابعنا. ثانك يو لإلك على متابعتك لنا. كنت من أول أشخاص اللي عم بيجي، من أول أشخاص اللي عم بيتابعنا. سو ثانك يو كتير لإلك وثانك يو لكل المتابعين. يعني هالقد فقد الأمل من الدولة اللبنانية إنه تدعم المنتخبات اللبنانية للرياضة؟ نعم، ما في غير الاتحاد اللبناني هو الوحيد اللي عم يدعم. الدولة اللبنانية مش موجودة لسوء الحظ مثل بكل شيء، يعني مش موجودة بشيء. ثانك يو. يعني أنا بدي أرجع لكم ألف مبروك. حلو الربح، حلو الفوز، مبروك لمنتخب لبنان ولسيدات لبنان اللي رفعوا اسم لبنان عاليا. ومن سفير الشمال بنبارك لكم، وإن شاء الله النجاحات المستقبلية أكيد تكون جاية أكثر وأكثر. يعطيكم ألف عافية.